رايح تفطر كده؟ الباشا راح جه خد الفطار بتاعه من عندنا وراح يفطر. والله العظيم اهو الناس بتيجي تاخد وتمشي على طول. لا 100 بصراحة الفطير طالع يغبن طبعا. الريحة أصلا الريحة تحفة. يا ريت الريحه تطلع في والله الكاميرا، الريحة بس مش هتطلع تحفة. في الكاميرا. اللحمة كلها. ستيك ولوحه وسن. ايه اللوحة دي؟ لا أنا عايزة أفهم ايه اللوحة؟ دي اللي هي الطبق ده. كميلة يا ناس، كميلة تعالي كده. ايه المزرعة كاملة. ده العنبر الثاني. هي نادية الجندي بس كانت بتصور هنا؟ واه أنا بخاف قوي، أنا بخاف. لا استنى والنبي. داخلين بقى مزرعة الإمام أهي. جايبه لكم النهارده مكان مفاجأة. مزرعة الإمام في العبور. بصوا ادي المزرعة اهي. المكان هنا خرافة، لحوم بقى وفطاير وكل حاجة. طبعا أنا جبت الشيف المتخصص عمر معايا هنا عشان يشرح لي المزرعة هنا بالكامل. ازيك يا شيف عامل ايه؟ الحمد لله. يلا نبدأ بإيه؟ يلا بينا نبدا بالجزاره. طيب ممكن بس استفسر هنا أقسام ايه موجودة؟ هنا عندنا الجزاره اللي هي ايه؟ موجودة هنا دي؟ ماشي وبعد كده؟ عندنا فراخ. الفراخ موجودة هنا؟ موجودة هنا وموجودة هنا. موجودة في الاثنين. في الاثنين. هنا فراخ بيضة جاهزة وكل أيوة. حاجة. وعندنا هنا فراخ بلدي وبط وكل هنا. حاجة. وبعد كده الفطير؟ وبعد كده فطير، وعندنا عسل وطحينة وجبنة قديمة وجبنة قريش وكل حاجة. وبعد كده؟ وعندنا غنم ضاني وبرقي. يا عيني. وعندنا جديان لو حد حابب يحجز حاجة للضحية ولا حاجة. وعندنا عجول. كل الله. الأنواع موجودة. هنشوف كل حاجة واحدة واحدة. الأضاحي والكلام ده كله وذبيح والكلام ده كله موجود عندنا. 100. يلا طبعا بينا اللي نبدأ. داخل بالعربية بيدخل هنا على طول. طبعا تخش بعربيتك جوه في أمان. المزرعة في الأمان، تركن عربيتك تنزل تجيب حاجتك كلها وتاخد حاجتك وتمشي. طب يلا بينا بقى نبدأ أول قسم هنا ايه؟ يلا ده بينا قسم الجزارة والفراخ. يلا بينا. يلا بينا. كده وصلنا الجزارة. طبعا الميعاد مكتوب كمان من 9 الصبح ل 5 مساء. يلا بينا ندخل نشوف. تعالي نبدأ بالفريزر. طيب نبدأ واحدة واحدة. يلا. ده الفريزر. ده فريزرات. عندنا برجر. عندنا كل الأنواع من غير دسم خالص. كله لحم بلدي. كله لحمة بلدي. كل اللي عندنا لحمة بلدي، مفيش حاجة عندنا مش بلدي. على عينك يا تاجر يعني زي ما بيقولوا. وعندنا سمبوسة لحمة وجبنة. والبرجرات زي ما قلت لك كل الأصناف موجودة. في من غير دسم خالص، في دسم قليل وفي دسم. يعني في نوعين برجر صح؟ 3 أنواع برجر. 3 أنواع. ايه الفرق من الثلاثة؟ نسبة الدسم في كل صنف فيهم بتفرق عن التاني. يعني هي اللي بيفرق بس نسبة الدسم صح؟ نسبة الدسم اللي بتفرق بيور ومخصوص والسوبر. اوكي انا كده فهمت. اه اعلى حاجة موجودة ايه؟ اعلى حاجة الموجودة اللي عندي اللي هو البيور. البيور. ده اعلى حاجة. ده من وتاني حاجة؟ وتاني حاجة المخصوص. مخصوص. وتالت حاجة اللي هو السوبر ده. السوبر ده. اوكي. طبعا الاسعار متفاوتة. السعر. والاسعار طبعا عندنا قائمة الاسعار موجودة اهي على عينك يا تاجر. كل الاسعار. اللي عايز حاجة بيشوف سعرها وبيشتريها. بالظبط كده. نشوف بقى الثلاجة الثانية. عندنا سجق برضه نفس كل الانواع. عندي سجق بيور، سجق بيور وسجق سوبر وسجق الامام وسجق مخصوص. 4 انواع. 4 انواع. وبرضه اللي بيفرق نسبة الدسم عن كل نوع بتبقى نسبة اقل من اللي قبليه. اوكي. في بعد كده ايه؟ بعد كده عندنا هنا كفتة شوي. كفتة شوي. اتفضلي. ايوه كده باينة. كفتة الشوي. اهي جاهزة تشوي على طول. دي جاهزة تشوي على طول. اوكي. وعندنا هنا بانيه جاهز. مش لسه بقى هتقطعي وتتبلي، احنا عندنا متبلينه كده على طول. جاهزينه على الزيت على طول، تقدحي الزيت 100 وتسوي على طول. اوكي بعد كده في ايه تاني؟ تعالي اعرفك بعد كده عندنا ايه تاني. عندنا في نوع كفته تاني كفته مخصوص. وعندنا كفته رز. دي كفته الرز صح؟ كفته رز جملي دي جميله جدا. جميله ممتازه. وعندنا ممبار محشي. يا عيني. ممبار صغير حجمه صغير كده يعجبك في الاكل قوي يعني. حلو قوي. تمام يعني حاجه تعجبك جدا ان شاء الله. هي اجمل حاجه هنا عارف ايه؟ النظافه. طبعا يعني انا دخلت اماكن كتير لا هنا النظافه حلوه جدا. اهم حاجه عندنا يا باشا. ودي الكفته المخصوص. نفتح طبق ونوريهولك من جوه. ده كفته مخصوص. دي اعلى نوع كفته هنا؟ دي الكفته المخصوص. تشوي على طول. تشوي على طول مش لسه بقى هتصبعي وبتاع. احنا مجهزين كل حاجه هنا للزباين ياخد وياكل على طول. ماشي 100. تعالي يلا في حاجات تانية لسه عندنا عايزه اوريها لك. اوكي. في عندنا حواوشي. حواوشي الامام. في عندي نوعين من الحواوشي.
ايه الفرق ما بينهم؟ في الرغيف الواحد ده رغيف مخصوص. حلو الكلام. ماشي. وفي عندي بقى عرض احنا عاملينه ايه؟ 4 ترغيفه ب 100 جنيه بس. ايه معقوله؟ الأربعة الله، ب 100 جنيه بس. الله ده فرصه. 4 ترغيفه حوالي ب 100 جنيه بس. في عندي هنا حاجات جاهزه شركات برضه، حاجات نضيفه جدا برضه. زي ايه كده؟ زي ده تبع شركه احنا بنتعامل معاها، شركه نظيفه جدا وحاجاتها كلها كويسه. هو ده عباره عن ايه؟ ده برجر كريسبي. كريسبي. برجر كريسبي. وفي طبعا بطاطس وفي حلقات بصل وفي ستريبس وفي مسحب وكل الحاجات ديت موجوده عندنا. في عندنا برضو برجر فراخ. برجر فراخ ده مش شركات، ده تصنيعنا احنا. حلو. ماشي. تمام كده. وفي عندنا برضو هوت دوج اللي هو الصنف ده صنف عندنا برضو ممتاز شغال حلو جدا. ده في كذا نوع ولا نوع واحد؟ لا ده نوع واحد بس. نوع واحد. ده نوع واحد بس. اوكي. تعالي بقى اوريكي شوف اللي بعده. شوف اللي بعده. اوكي. دي الفراخ البيضاء. عندنا كل القطعيات بتاعت الفرخه موجوده لوحدها. انا عايزه اوري الناس بس النظافه. بصوا كل القطعيات هنا موجوده لوحدها. في شيش، في دبابيس. في انواع هنا شيش ودبابيس. شيش ودبابيس وفراخ كامله ودبابيس ووراك كمان وبانيه. وايه تاني؟ وراك. كل منتج الفراخ، كل قطعيات الفراخ، اي حد عايز اي حاجه من الفراخ هو هنا. الفراخ البلدي موجوده. كله موجود الحمد لله. كل حاجه موجوده. 100 100. ايه تاني؟ تعالي بقى قطعيات اللحمه موجوده كلها هنا جاهزه في الدار. ده كده اللحمه كلها. ستيك ولوحه وسن. ايه اللوحه دي؟ لا انا عايزه افهم ايه اللوحه. دي اللي هي الطبق ده. الطبق التاني ده كده. بس عشان نفهم برضو قطعيه الناس اللي تيجي هنا تبقى هتعرف تشتري ايه بالظبط. دي بصي طبق جاهز اهو. اسمه لوحه. دي قطعيه اللوحه. وقطعيه اللوحه بتبقى لوحه بس ما بيبقاش داخل معاها حاجه تاني. يعني دي قطعيه منين بالظبط؟ دي قطعيه من الربع اللي قدام، من الربع الامامي. يعني دي حلوه قوي. دي جميله جدا. اللوحه دي معروفه في العجل. يعني اللي يجي يطلب اللوحه. طبعا ناعمه جدا. اجمل حاجه في اللحمه دي. اجمل حاجه اللوحه. وعندنا العرق الفيليتو تايمن موجود. العرق ده انا عارفاه حلو. والكبده والستيك. عندك هنا الستيك ده جاهز للشوي. بصي انت كل حاجه عندنا جاهزه وكله بنفس الجوده. يعني تلاقي الجوده كل طبق زي اخر طبق، مفيش حاجه. كل الشغل اللي بيوضب اللحمه عندنا بيظبط النقطه دي جدا. ديهم جمال. الجوده هنا طبعا مهمه جدا. في طبعا قطعيه موزه، في قطعيه عيب روستو، في عندنا كوارع كمان دايما موجوده. لا 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 دي كده. ايه ده المنظر. عايزه اقول لك حاجه، مش اي حد عنده كوارع كده. لا طبعا احنا بس عندنا بنقطعها بطريقه معينه جميله بيبان شكلها حلو كده. والجزاره على عينك يا تاجر اهو. اهي بيقطعوا قدام عينك يعني. دي برضه من نفس القطعيه بتاعت اللوحه. دي برضه نفس قطعيه اللوحه. من الربع اللي قدام برضه دي نفس قطعيه اللوحه. وادي الجزاره قدام عين الواحد. يعني مش بيخبوها ولا حاجه، بيعلنوها اهي وتشتري وانت واقف. اهم حاجه عندنا النظافه. لا والله انا عجباني النظافه بامانه، وان الحاجه بتبقى قدام عين الواحد. مش اصل انا دخلت اماكن تانية الحاجه بتبقى في مكان ويجيبوها لك جاهزه. لا انتوا بتقطعوا الحاجه قدام عين الواحد، فدي حاجه جميله. هو الحاجه بتتجهز قدام العميل. العميل عارف الحاجه بتاعتنا بتتعمل ازاي. كله شغال بنظافه طبعا. طيب لا كده 100 100 والله. كده خلصنا الجزاره كامله اهي. الجزاره تمام كده. ورينا كل حاجه كده. في قائمه الاسعار عندنا موجود فيها كل الاسعار، الضاني والكندوز والفراخ والمصنعات. احنا خلصنا الجزاره. نطلع بقى على المكان التاني اللي بعده. نخش على الفراخ البلدي وعلى الفطير. يلا بينا يلا بينا. المكان اهو انا جايبه لكم. احنا بنتمشى برضو تشوفوا المكان عباره عن ايه. مكان كبير على فكره وحلو جدا. ايوه طبعا. هنا اللي بيجي يشتري حاجته هنا بيلاقي كل حاجه موجوده. مش محتاج يخرج يجيب حاجه من بره. لا انت بس اللي دي هنا كده كده الفراخ صح. انا شايفاها اهي. ايه ده يا خلابي يا خلابي. استنى لا 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 ده انا لازم اقرب. ده البط اهو قدام عينك اهو. شايفين البط اهو. وادي الفراخ. فراخ بلدي وكل حاجه بلدي عندنا اهو. كوكي. كل حاجه تختار وتمشي على طول. بالظبط كده. ماشي ادي كده شفنا الفراخ البلدي والايه؟ الفراخ البلدي والجزاره. نخش بقى على مكان الفطير. ثالث مكان معانا هنصوره اللي هو الفطير. يلا بينا. يلا نشوف الفطير اهو.
بتشوفه كده قدام عينك ولسه طالع. لسه طالع. الفرن ده الفرن بصوا كده الفرن معمول كله بالسمنه البلدي. كله بالسمن البلدي اهو. ده كده الفطير اهو، يتعمل ويتسوى قدام عينك اهو. يا فطير عيني مزرعه الامام معروف جدا ان الحاجه عندنا هنا بتتعمل بنظافه وبسمنه بلدي، وكل حاجه بتبقى نظيفه طبعا عندنا. يتعمل كله على عينك يا تاجر اهو. وفي عندنا رقاق. الرقاق ده برضه دايما موجود باستمرار، موجود في عندنا. انواع منه ولا هنا نوع واحد؟ لا هو دوت النوع ده. ده المكان اللي في الوش ده ايه؟ بعد كده هنا ده كده المكان اللي بنجهز منه. الاوردرات بتطلع من هنا. يعني انا داخله بشتري بدخل اهو. بتشتري من طبعا هنا. البنات بتبقى واقفه يا جماعه، بس انا طبعا. مش عايزين نطلع البنات طبعا بالظبط كده. استاذناهم بصراحه. البنات بتبقى واقفين هنا اهو طبعا. كل كتير. حاجه موجوده والبيض. عندنا هنا. في عسل عسل ابيض وطحينه وعسل كله أسود. بيور طبعا كله بيور. وبيض بلدي. وطبعا هنا بصي دي جبن صح؟ وسمن بلدي. جبنه القريش والسمنه الجاموسي. لا استنى معلش سوري. جبنه القديمه. جبنه قديمه. دي الجبنه القديمه طبعا بتاعتنا بتبقى مميزه جدا. ودي جبنه قريش. والجبنه القريش برضو. كل حاجه طبعا اللي جايه على مفاجاه اهو، كل حاجه بنظافه. وده السمن البلدي. السمنه الجاموسي. ومعانا برضو بنعمل الحاجه بتاعتنا بسمنه بلدي. كل حاجاتهم هنا بسمن بلدي. والفطير اهو. والفطير طبعا ده بتاع زمان. يتعمل لك عايز تاخده وهو طالع على طول تاخده، عايزه يا دوبك اول ما بيطلعوه بيجيبوه هنا بالظبط بكميات طبعا. بالظبط كده. وبيض بلدي وكل حاجه كل عندنا حاجة. بلدي. وبنعمل برضو كده من هذا القبيل برضو حاجات كتير زي كده. واو ده ايه بقى؟ دي قرص بالعجوه. قرص بالعجوه. وفي قرص ساده وفي كده قرص صح؟ ساده وفي بسكويت وفي كل حاجه. انا عرفته طبعاً. في كمان كسكسي هنا صح؟ في كسكسي. في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ في بنعمل بسكويت ساده. بسكويت بالعجوه. بس كله طلبيات صح؟ يعني طبعاً. اللي عايز حاجه لازم يطلبها الصبح بدري، يطلبها يجي مثلا اخر النهار يلاقي اللي هو طلبه كله موجود. او يجي هنا المزرعه ياخد على طول. بالظبط كده. دي كده الفطيره الكبيره الحجم كده الكبير. الفطيره الجامبو. دي بكام؟ دي ب 200. 200. وفي الاصغر منها شويه ب وسط 170. 170 اهي. اللي هي الوسط دي كده بتاعتي. 170. عارفه انا لا مش هاخدها يا حاجه والله مش هاخدها. ودي الصغيره الصغيره دي بكام؟ ب 140. 140 او الثلاث احجام. ده العسل الاسود ده بكام؟ العسل الاسود ده الكبير ده ب 60. صغير. والصغير ب 30. الطحينه وده 130. وده ب 65. دي الطحينه الصغيره. ودي دي كده الجبنه جبنة قديمة. ده الربع ب 50. ربع ب 50. وده عسل الكيلو ابيض. الكيلو منها ب 200. الكيلو ب 200. طب ده وعسل ربع. الابيض في احجام؟ العسل الابيض في احجام. في احجام. طب ده بكام؟ ده ب 110. 110 الحجم ده ده. ب 110. ودي السمنه البلدي بكام؟ السمنه دي ب 370. ده حجمها قد ايه؟ دي حجمها كيلو. 800 جرام ماشي. ناقص بقى الجبنه قريش. ناقص الجبنه القريش ب 120 ب 120 جنيه. الكيلو بتاعها ب 120. 120 جنيه كده الحاجات كامله كلها. وادي الفطير كامل بالاسعار. والبيض البلدي اهم حاجه البيض البلدي اهو ب 150. 150 150 كرتونه البيض البلدي ب 150 كل يوم بسعر جديد صح؟ طبعا عشان البيض بورصه وكده الفراخ انت عارفه لكن حاليا دلوقتي بس 150. النهارده ب 150 اول باول. في قرص كمان قرص ب 160. ومحشيه عجوه كمان من جوه الكيلو بتاعها ب 160. في هنا مخروطه. انا عرفت ان في مخروطه وفي كسكسي ب 70 الكيلو. ده الكيلو بتاعها وهنا ب في 70 ساده جنيه. برضو منه. في ساده على حسب الطلب. طب والرقاق بقى بكام؟ وفي كحك كمان وبيتفور وبسكوت. كل الحاجات دي كل ده؟ بحسب الطلب. لو ومعمول طلبتيه عجوه هيوصلوا كمان. لك. طب والرقاق بكام؟ والرقاق ب 70 جنيه الرقاق. 70 جنيه الرقاق اللي هو بره ده اللي احنا صورناه. اللي احنا صورناه الاول. ايوه 100 100. طبعا في ناس بتخبز جوه في المكان اللي جوه ده الشمال، بس انا ما اقدرش ان انا اجيبهم طبعا عشان قاعدين براحتهم، فجايبه المكان اللي بيطلع بس منه الفطير جاهز على طول، يعني بيتحط في الفرن ويطلع على طول. لكن الناس قاعده جوه وانتوا تقدروا تطلعوا تشوفوا بعينيكم الناس وهي قاعده بتخبز بعينيكم وانتوا واقفين، بس انا ما اقدرش طبعا اجيبهم. احنا وقفنا المبيعات بس يلا نشوف المكان اللي بعده. خلاص يلا بينا. يلا بينا. ادي الفطير اهو. دي هنا الفرن بتاع الفطير اللي بيتصور فيها الفطير. بصراحه الفطير طالع يغبن طبعا. الريحه اصلا الريحه تحفه. يا ريت الريحه تطلع في والله الكاميرا. الريحه بس مش هتطلع تحفه. في الكاميرا. كده احنا خلصنا الفطير. خلصنا هنا اهو وخارجين. الزباين واقفه اهي. الزباين ما شاء الله معطلين الكل معطلين الكل. عندنا كل يوم تقريبا. كل يوم. انت من العبور هنا صح؟ طب انا عايزه اسالك سؤال، انت من العبور؟ طب
يبقى اصل انا كل ما اسال حد في العبور هنا يقولوا لي احنا ما بناخدش الا من هنا. لا بقول لك انا من القاهره انا ما بقدرش وجاي اخد من هنا. بتتكلم كويس. 100 تمام. ايوه صح. بتاعتنا لا انا عارفه والله من زمان الناس بتشتري هم اللي قالوا لي عليها. لا تمام والناس اهي رجعت والبنات رجعوا تاني. شكرا لك. يلا نشوف بقى المكان الاخير صح؟ نشوف بقى المكان احنا كده خرجنا اهو. الغنم رايح تفطر كده؟ الباشا راح جه خد الفطار بتاعه من عندنا وراح والله العظيم اهو الناس بتيجي تاخد وتمشي على طول. لا 100 ده كده وصلنا المكان الثالث اهو. المكان الثالث يلا بقى ندخل نشوفه. الخرفان البلدي والبرقي والجديان. طبعا زي ما انت شايفه كده الغنم نضيف جدا زي ما انت شايفه اهوت. الانواع ايه هنا؟ دي عندي بلدي وبرقي. تعالي بصي نقرب شويه. ماشي مع اني بخاف والله بس تعالى انا معاك اهو. ماشي اهو. هنا وريني كده يا حسن خروف برقي كده. ايوه انا بخاف قوي انا بخاف. لا استنى والنبي. قربي يلا تعالي يا ماما تعالي. استنى طب استنى وري البرقي دوت الاول. انا بخاف جدا. لا مش هعرف ادخل انا. اهو دي الغنم البرقي. ده البرقي اللي عندك ده يا باشا. ده برقي حر يا ريس. ده برقي حر عندك. ده غنم مطروح ده صح؟ غنم مطروح ده يا ريس. الانواع بقى هنا ايه؟ طب الانواع هنا برقي وبلدي وفي عندنا جديان برقي. انا عايزه اعرف بس احلى حاجه هنا ايه؟ جديان شقيه جدا اهو. هات الابيض ده عمر. لا ايه احلى حاجه هنا؟ احلى حاجه هنا كل حاجه حلوه الصراحه. مش هينفع اقول لك حاجه حلوة. لا انا عارفه ان هنا كله حلو بس انا مثلا واحده جايه اشتري وما اعرفش فيها حاجه. انت واحده جايه تشتري انا ارجع لك تخش على الجديان. الجديان الاول. الجديان في اي حاجه طبعا طعمها ملوش حل طبعا. بصوا ودي البلدي. دي الغنم البلدي واللي جوه دول البرقي بقى. ماشي انا ابص اقرب لكم بالكاميرا اهو تشوفوهم. الغنم بتاعت مطروح اللحمه اللي مش هتلاقي زيها عند حد ابدا. البرقي يا ريس. البرقي والبلدي وكله لبانه يا باشا. كله لبانه يا ريس. جاي معايا على مفاجاه اهو. اللي عنده من ده كداب طبعا. ده بقى هنصور اخر حاجه بعد الخرفان وكده. داخلين بقى على العجول اهو. الشيف عمر لسه معانا. انا النهارده يا الله. تعالي بصي بقى الله فيلم نادية الجندي ده. دي عجول البلدي بتاعتنا. الله. دي عجول الامام عجول بلدي. لا ما شاء الله. احلى تصافي والله ما شاء الله. عندنا هنا من العجول ديت. جميل. عجول جلسه اهو. شغل يعجبك يعني. كامله. ايه المزرعه كامله. ده العنبر الثاني. هي نادية الجندي بس كانت بتصور هنا؟ هي نادية الجندي. بجد. اهو كامله اهي ما شاء الله. الله اكبر. حد عايز كل العجول كل اللي عندنا دي عجول بلدي. كله بلدي. كله عجول بلدي. هي طبعا الورقه اللي على ودانهم دي ده رقمه بس عشان الزبون حاجزه يبقى عارف ان هو حاجزه برقمه. الزبون يجي ده للحجز عشان الاضحيه. بالظبط كده. فهمت انا قاعده اقول مثلا رقمه مثلا زي يعني لو بصيتي على كده 302. ايوه ده بيبقى الزبون عارف رقم 302 ما شاء الله. يطلع لي. اصل انا حقيقي شايفه فيهم في ارقام. الارقام دي ده ما شاء الله عليهم يعني يمكن اكتريتهم عليهم ارقام. اكيد كله عليه ارقام. كل اللي متباع عليه الرقم بتاعه ما شاء الله. الاسعار هنا بقى يعني متفاوته وطبعا بتعلى ساعات وعلى حسب السوق. عشان طبعا الموسم داخلين عليه والكلام دوت حسب السعر. اللي عايز بقى يسال على السعر او كده يتصل بيهم يسالهم. يتصل بينا يسالنا عشان الاسعار متفاوته. عشان الاسعار طالعه نازله بتاع الكلام دوت يبقى كل واحد عارف حاجته ايه. جميله يا ناس جميله. تعالي كده جميله. ماشي كده خلصنا المزرعه كامله بكل حاجه فيها. كامله بالعجول والخرفان. انا بس انا عايزه اقول لك حاجه بامانه والله المزرعه تجنن وده مش دعايه. انا كنت بشتري واقفه بشتري بالصدفه وانا بشتري انا راجعه من سفر عديت على العبور فجاه. فوالله العظيم صدفه واجمل صدفه. يعني ان انا الاقي قدام عيني كده حاجه مشرفه كده في مصر والله حاجه تفرح بجد. كل اللي انت بتحتاجيه بتخش المزرعه عندنا وفي راحه نفسيه هنا. يعني الواحد قضى يوم هنا يوم ريفي. لا يوم ريفي. فاللي هيجي هنا هيشتري
وهيتفسح. طبعا وهيتفسح وهيقضي معانا اليوم كمان. فدي فسحه تجنن يا جماعه، تعالى اشتري وتفسح في نفس الوقت. يلا نقوم مزرعه نقول باي يلا باي. ونرجع بقى لقواعدنا سالمين. سلام واشوفكم في فيديو جديد. باي.